مساء الخير، مساء النور، ولا صباح الخير، ولا صباح نور، ما على باليش وقتاش راح نحط هذا الفيديو لكم. مهم اذا كنت اول مره تشاهدون الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش تتوصلوا بكل جديد، ولا تنسوا دعم مقطع الفيديو بزر لايك هكذا باش تنضموا لعائله الياس الجزائري. نرحب بكم في قناتي الياس الجزائري على اليوتيوب، ونذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي التوعي: فيسبوك الياس الجزائري اوفيسيال، انستغرام الياس الجزائري اوفيسيال. مرحبا بكم فيه. المهم في اليوم هو لو فلوغ 02. كما لما نكون نزلت هذا الفيديو يكون الفيديو تاع فلوغ نيميرو 1 يكون نزل، والفلوغ رقم 1 هو رحلتي الى البحيره السوداء. اني الناس اللي مازال ما شافوش يقدروا يروحوا يشوفوه، تلقاوه في القناه تاعي ولا في الرابط في صندوق الوصف. المهم اليوم هذا الفلوغ راح يكون في الدشره تاعي، راح يكون في البلاد تاعي، راح يكون فلوق خاص بجني الزيتون. كما تعرفوا رانا في شهر نوفمبر، شهر جني الزيتون، لذلك تبعوا معايا هذا الفلوق. راح نروحوا لجني الزيتون، تبعوا معنا الفلوق وان شاء الله راح يعجبكم، والى اللقاء. وكما راكم تشوفوا هنا هادو باش لتسهيل العمليه كما هذه هكا نجبدوا بهم الاغصان البعيده، ما على باليش كيفاش تسميوهم عندكم. وهذه مؤونة على الأكل، وهانتم معايا. وهذه هي كما راكم تشوفوا رانا مكملين في الطريق هكذا لتحت. المهم راح نبقى نصور لكم خطوة بخطوة، خاصة في الأماكن اللي نلقاها شابة بزاف. ودروك راح نقلب لكم الكاميرا اللور، راح تشوفوا واحد المناظر رائعة 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 جدا، خاصة الناس اللي تحب التخييم ويحبوا تسلق الجبال ويحبوا الغابات، مليحة لهم هذا المنظر. راح نقلب لكم الكاميرا باه تشوفوه. هذو هما المناظر اللي حكيت لكم عليه. هذا مازال ما شفتو والو، يعني كي نزيدو نلحقو لتحت خلاص رايحين تشوفوا الاجمل والاروع. اذا ما عليكم سوى تتابعوا للفيديو للاخير، وهانتم معايا. كما راح تشوفوا هذه الطريق الوعرة جدا، ان شاء الله برك ما نسيتهاش. المهم هذه هي هكذا، لا هذه هي الطريق باش نهودوا لتحت. المهم تحياتي لكل المتابعين والناس اللي تحب الطبيعة. المهم راني وصلت، وها هما الهيك. يعني بما ان رانا الروطار على موعد الفطور، ضيعت شوية الطريق. رايحين نروحو نبداو مباشرة في الفطور، ومن بعد نرجعو لجني الزيتون. وانتم معايا.
راني في بلاصة في وسط الغابة. اسمها هما رايحين يديروا هذيك شجرة الزيتون، يهبطوا هذوك حبات الزيتون من الأرض ومن بعد نروحوا نتلموا عليهم. وانا في هذا الوقت غادي نعس معيزاتي ونعيجاتي. والله ايام رائعة. كنت تفكر المعيزات ونعيجات نتفكر ام حسام المغربية. هي ساعة تتفرج لي فيديو ماشي دوما لي فيديو تاعي، خاطش هي تاني قلبتها اخبار كيفي كانت طبخ قلبتها اخبار. لذلك الى ربما سمعت هذا الفيديو تكون سمعت بلي اني درت لها ديديكاس. شوفوا هذه هما المناظر اللي كنت نصور من الفوق من دارنا. يعني نصبر نوري لكم دارنا وين راهي لهيك. المهم هي في هذوك الجويه. الا راكم تشوفوا هذه الدار اللي راهي هنا دايره لي رانا هيك حنا بحذاها. المهم هذه هي، وهذه هي هذيك الطريق اللي كنت نصوركم. شوفوا هذه المناظر والله رائعة. شوفوا واش لقيت. عصفور بصح ماشي حي. شوفوا المعزات والنعجات وين جاو. شوفوا من الهيك، شوفوا الهيك من هذه النقطة جابوني حتى لهنا. شوفوا هنا آثار حرائق، آثار تاع الغابات، آثار تاع الحرائق كي كانوا يحرقوا. صبر نقرب لكم. شوفوها كيفاش تفحمت، ان شاء الله تكون واضحة لكم. وهذه هي، نمسح لكم الكاميرا. هذيك هي تمريج ولا الطريق اللي تدي تمريج، تديتكم ديجا خطرة. المهم هذه هي الراعي الكذاب ولا تاع طيور الجنة. المهم شوفوا وراني. شوفوا واش راكم احباب، واش عجبكم الفيديو؟ بالك رانا وصلنا لاخر الفيديو. لا مازال ما وصلناش، مازال راح نوري لكم مقطع اللي فيه الزيتونيتو. ولكن حتى دروك الناس اللي مازال ما علقتش ديروا كومونتير. هي دير لايك. شوفوا الطريق شحال واعره. شوفوا وهانتوما معايا. المهم هذه هي. شوفوا المعيزاتي. شوفوا المهم هذه هي. ما على باليش واش بهم هاد المعزات. جهه من نص من جهه هذه، نص من جهه هذه. ما بغاوش يريحوا قاعدين. وان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفلوق. انا راح نحبسه هنا باش نقول لكم نحبكم بزاف. راح نخلي باقي الفلوق للجزء تاع جني الزيتون ايتو. وهنا كما راكم تشوفوا رانا في طريق العودة بعد ما نحينا هذاك الزيتون، هذاك المقطع اللي كنتوا تشوفوا فيه. والآن العودة إلى اللقاء. وخلصنا الزيتون الموجود في هذه البلاصة، وإلى اللقاء. شوفوا هذا هو الزيتون. شوفوا المهم تابعوا الفيديو للاخير ونشكركم بزاف. وهذا بالك المليح راح نديرو زيتون ونبارطاجي معكم من فيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الفلوق. والى اللقاء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى اللقاء.